بصوا يا جماعه، عاوز اقول لكم حاجه صغيره جدا. انا اول مظلوم يسلم نفسه للاسم، يا انا يا سراج السيسي ومحمد يحيى وسيف الوزيري. انا رايح اسم قصر النيل ومش خايف منهم انا رايح السجن برجلي، واللي يحصل يحصل، ما بقتش تفرق. مدينه العداله، جمهوريه جديده ايه ومدينه عداله ايه؟ واحنا الظلم بقى على عينك يا تاجر، الظلم بقى على عينك يا تاجر. الظلم الحياه وانت مظلوم صعبه مميته ملهاش 30 لازمه. هنقعد بره نعمل ايه؟ هنقعد بره نتظلم ونقهر من مسؤولين ظلمه بواسطه، مسؤولين ظلمه فوق الحساب. انا رايح اسلم نفسي لاسم قصر النيل، ولا نقابه عاوزه تتحرك، ولا مجلس اعلى للاعلام عاوز يتحرك، ولا وزير اعلام عاوز يتحرك، ولا مسؤول في البلد عاوز يتحرك، ويطلع حكم غيابي ضدي ان انا اتسجن عشان ظلمه بواسطه سراج السيسي وسيف الوزيري ومحمد يحيى عشان يجيبوا اصحابهم ويشتغلوا. ورحمه ابويا في تربته هدافع عن حقي ولو كان الثمن حياتي. طلعوا حكم كده، حكم غيابي. هي دي مدينه العداله فخامه الرئيس؟ انا هتسجن يا فخامه الرئيس عشان حضرتك تبقى مبسوط ان مواطن وصحفي ومذيع مصري بيتسجن في عهد حضرتك.